السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من الصيدلية. معاكم الدكتورة آية. كان في حد طلب مني في الكومنتات ان نعمل حلقات عن التدريب الصيدلي، بحيث يأهل الناس اللي لسه داخلة جديد مثلا تعرف تتعامل مع الصيدلية او تفهم ايه مكونات الصيدلية، وبرضه هنتكلم في امور الشغل واحدة واحدة. فقررت ان اعمل لكم الحلقة دي تتكلم عن الصيدلية فيها ايه بالظبط. و... وان شاء الله بعدين ممكن نتكلم عن امور الشغل، مثلا طلب ممكن ازاي طلبية نتعامل معاها، نرصها، نجردها، الحوارات دي فتساعد اي حد هينزل صيدلية او كدكتور او كمساعد دكتور، يعني اسيستنت. في البداية طبعا الصيدلية بتكون متقسمة الفابيتيكال، يعني حسب الحروف الابجدية، وكل دوزج فورم وحدها. دوزج فورم يعني الشكل بتاع الجرعة، هل مثلا فايل، لا اقراص، شراب كده. وكل دوزج فورم او كل شكل صيدلي بيكون برضو مترتب الفابيتيكال. يعني مثلا الادوية زي ما هوري لحضراتكم كده. مثلا معانا هنا الاقراص زي ما حضراتكم شايفين، بتكون متقسمة اهو الفابيتيكال، حرف ال A B C زي ما حضراتكم شايفين، C برضو D، وهكذا لحد حرف الزد. دي اول صنف او اول شكل دوزج فورم. في بعدين برضو الفيلات برضو بتبقى وحدها، وبرضو الفابيتيكال A B C. طبعا بتكون في مضاد انتيبيوتيك، مضاد حيوي، مسكنات، فيتامينات، حاجات للمعدة، حاجات للنزيف زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نخلي الانتيبيوتيك لوحده مثلا. في بعدين بقى عندنا برضو الكريمات، وبرضو الدوزج فورم دي قاعدة لوحدها. كريمات والجل تلاقي للالتهابات، للعظم انتيبيوتيك، للروماتويد، كريمات مساج، كريمات للثة. وهنتعرف وهنتكلم عن اصناف كتيرة ان شاء الله، نحاول قدر الامكان. بعدين السبوزيتري برضو ممكن يتحطوا وحدهم، برضو الفابيتيكال. هتلاقوا قسم للقطرات والنقط، ادي قطرات بانواعها برضو مترتبة الفابيتيكال. النقط بخاخات زي ما حضراتكم شايفين، الفينيتان. في بعدين الفورات تبقى برضو وحدها زي ما حضراتكم شايفين وبرضو مترتبة الفابيتيكال. الفا مصر، سيستين، اي بروفين بي، وهكذا. نيجي الادويه الشرب، احنا حاطينهم هنا. بتبقى بقى الادويه الشرب بقى اهو: البنت شراب، الزنتال، اليرجيل، انتينال، وهكذا. تبقى حسب الدوزج فورم، من كل دوزج فورم متقسمه حسب الالفابيتيكال. الادويه الشرب دي بتكون في للسخانه، بيكون في للكحه، بيكون في الحساسيه، بتكون في مكملات غذائيه، فيتامينات. بنخلي برضو الانتيبيوتيك لوحده علشان ما تحصلش اي لخبطه. يعني دي ادويه شراب بس انتيبيوتيك، فمخلينها لوحدها، وبرضو متقسمه الفابيتيكال: الاي والبي وهكذا، سي دي اي وهكذا. برضو في الصيدلية يا أحبابي بتكون في قسم مستلزمات أو الأول خلينا في الحاجات اللي هي الإكسسوار. بتكون في مثلا ببرونات زي ما حضراتكم شايفين، ممكن بريسول، ممكن حاجات تبع المستلزمات الطبية الدولة دي، كتف، ركبة، رباط ضاغط، الحاجات الألغز والكلام ده، مناديل، الحاجات دي، شامبوهات بقى، كوزموتكس، كريمات شعر. بتبقى برضو في باترينا زي كده، برضو بتكون فيها كل الحاجات التجميلية، كريم حلاقة بقى، لبستيك، اي حاجة، كريمات تفتيح، الغسول بتاع الشعر، انواع الصابون بانواعه. برضو بتبقى موجودة المضمضة والمطهرات، يعني دي كلها شامبوهات للقشرة، بخاخات للشعر، مطهرات، برضو رش للجروح. تلاقي انواع اللوشن مثلا الحمونيل والكلام دوت.
تسلخات. بعدين بنلاقي انواع كتير دش مهبلي، دول كله، ودي مضمضة. كل دي اصناف بتبقى موجودة في الصيدلية. ممكن بعد الصيدليات بتحط كده برضو مجموعة من الادوية البيطري لوحدها، بس ده مش كل الصيدليات، يعني بعض الصيدليات البشرية. في برضو بيبقى في الصيدلية انواع مستلزمات، سرنجات اطفال، سرنجات كبار، سرنجات انسولين، سرنجات بيبي، كانيولات بانواعها، بلاستر، قطن، شاش، اجهزة محاليل، كل ده. وان شاء الله نعمل فيديوهات عنهم، خاصة الكانيولات، الفرق بينهم، ودي بتستخدم لايه ودي بتستخدم لايه. ان شاء الله الايام الجايه نحاول نعمل نبذه مختصره عن كل حاجه في الصيدليه والادويه، ونساعد الناس اللي عاوزه تبدا تنزل شغل او تتعلم ازاي الشغل بيكون في الصيدليه. في النهايه يا رب يكون افدناكم والفيديو يكون عجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو حد عنده اي حاجه يا ريت يقولها لنا في الكومنتات، سواء عاوز يسال عنها، سواء رايه في الفيديو. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.